كمان لبست بقى الهدوم بتاعتها زي ما انتوا شايفين. الله الله، فين الضفيرة دي يا كذاب؟ احنا هنكذب من اولها. هي حلوة الفورمة دي بس دي مش ضفيرة. اسمها ايه دي؟ طب ما توريهم وشي كده يا بنت. خدنا ايه من قفاك احنا؟ خدنا ايه من وشك عشان تدينا قفاك يا راهو؟ انا كويت كده. كوتيه بايه؟ بمكوة رجل؟ اهي. ايوه شعرك ده بيفكرني بفاتن اللي مع مازنجر، عارفاها؟ يلا قول لهم بقى يحطوا لنا لايك. حطوا لنا لايك واشتراك جميل. حطوا اي حاجه عندكم، حطوها اي حاجه. اشتراك ولايكات، وحط لايكات في القناه. حطوا القناه في القناه. يلا مع السلامه حبايبي. رحت بقى وديت العيال المدرسه الصبح زي ما انا صورت لكم كده هم رايحين. ما وريت لكمش الطريق يعني، وريت لكم هم لابسين اليونيفورم بتاعهم ووديتهم المدرسه الحمد لله. وقلت يا هنا تصوري معايا، قالت لي لا يا ماما انا بتكسف. قلت لها خلاص يا رب اسمك ايه انت يا هنا براحتك، مش عايزه تتصوري خلاص. صورت يارا وخلاص وراح. وجبت بقى وانا راجعه معايا البقسماط ده، بيبقى حلو قوي مع الشاي. قلت اقول لكم برضو ايه الحاجات اللي انا جايباها، حاجات يعني بسيطه. وجبت الكيكه دي ب35 جنيه بس طعمها حلو قوي يا جماعه والله. جربتها عجبتني قوي، طعم البرتقال. وايه رايكم في الساعه بقى الخطيره دي؟ قولوا لي. هي دي الوحيده اللي جايه على قد الباقيين بقى كبار شويه، عايزه اظبطهم كده ان شاء الله، عشان دي بتاعت العيال الصغيره. ايدي اصلا صغنطوطه والفنوعه، فعشان كده هي دي اللي جايه على قد. اما بقى الحاجات التانية هظبطها ان شاء الله، اخد المقاسات بتاعتي باذن الله واروح اظبطها ان شاء الله. بشكرك يا مريومه على الحاجات الحلوه اللي انت جبتها لي والفساتين الروعه دي. شفتي يا حبيبتي؟ شفتي الحاجات الجميله اللي انت جايباها لي دي؟ وبقيت انسق كده بقى الهدوم مع بعض، وايه بقيت اظبط الدنيا عن الاول. كنت الاول بحط الاخضر على البنفسجي على البوف، ما كانتش ايه يلا، بس قلت بقى اظبط الدنيا. قلت لكم بعد رمضان هنظبط اللبس كله مع بعض يا حبايبي، عشان الواحد كان صايم بقى ومش قادر وكده زي ما انتم عارفين. جبت معايا وانا راجعه بتاع ده برضه اللي هو مسحوق المواعين. انا كل مره بجيب ال5 لتر او 6 لتر، جبت ده قلت كده ايه لما يخلص نجيب الكبير ان شاء الله. ده باين ب17 جنيه اعتقد، ب17 بس حلو قوي يعني. انا جربته قبل كذا مره، انا بمشي عليه على طول. لما بحاول اغيره واجيب منتج تاني بلاقيه معفن صراحه، يعني بيبقى وحش مش بيرغي خالص. جبت برضو الأكياس دي عزكم الله بتاعت الزباله او الكمامه زي ما انتوا عايزين تقولوا. ابو هنا كان جايب لنا نوع، البوابه اشتكت منه، قالت لي انتوا بتدونا اكياس بتخر ميه منها وبتاع، ما ينفعش كده. قلت لها خلاص يا ستي حقك عليا. انا بصيت ابو انا قعدت اقول له الكياس النظيف، عشان في انواع، في رديء وفي نوع نضيف شويه. الفرق حاجات بسيطه يعني 10 جنيه ولا حاجه، بس بيفرق برضو يا جماعه. لما تجيبوا حاجه نظيفه وتدفعوا حاجه يعني تدفعوا حاجات ازيد شويه وتجيبوا حاجه نظيفه احسن ما تجيبوا حاجه نص كم زي ما بيقولوا. دي بقى نوعها حلو شايفين، كمان ملهاش ريحه. التانية بتبقى ليها ريحه كانها ريحه زباله اصلا، يعني زباله في زباله. دي حلوه وما شاء الله يعني ماسكه نفسها شويه، مش اللي هي يعني اللي اول ما تحطي فيها حاجه توقع على طول ولا كده. يلا يا حبايبي لو عجبكم الفيديو يا حلوين فضلا والله يسأل امر ما تنسوناش بالشير واللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الجمال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صل على الرسول حتى لو كنت مشغول عشان ان شاء الله ربنا يحبك على طول. دلوقتي يا حبايبي انا هودي هنا ويارا المدرسة ان شاء الله، ورغد هتيجي معانا. رغد لسه بقى ما راحتش حضانة، هتوديها معايا واحنا نوديهم المدرسة وكده ونرجع. وريهم بقى شعرك كده ان شاء الله، وريهم شعرك. وريهم بقى الضفيره الجميله اللي انا عاملاها لك دي. الله، ضفيره الزمن الجميل من ايام الزمن الجميل الضفاير دي. شوفوا الحلقه الروعه. شوفي الحلقه بقى الروعه ده برضو جايبه لها مريومه، ربنا يبارك لك يا مريم. والتوك دي امبارح لقيناها في البوزو كسبناها دي. ارسلته قلت واو اللي هو توي السيتي. فلو عجبكم الفيديو، انا عارفه هو لسه ما عجبكمش لسه، عشان لسه بنقول يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، تحطوا لنا كده اللايك من ايدكم الحلوه دي، عشان ان شاء الله لما نرجع هنوريكم بقى السرير بتاع مريم الجميل لما فرشناه، يعني لما نصبناه كده.
وهحط بقى في الملاية الجديدة ان شاء الله بتاعت اللي عليها ميكي ماوس، وهنشوف الدنيا عاملة ايه. ابقوا معانا واوعوا تروحوا في اي حتة. في بقى الجمال، بصوا بقى السرير الجميل اللي جابتهولي مريومة. ربنا يا رب يعزك ويرفع قدرك كده يا رب يا مريم يا غالية، ويديك الصحة، يخليكي لينا كده يا رب. اهو بقى فردناه، ابو هنا صراحة هو اللي عمله مش انا، عشان ما اضحكش عليكم. هوريكم برضو شكله كده اهو، عشان ايه الناس بتقول لي يا منى بين الحاجة، فانا ببين لكم كل حاجة فيه اهو. من هنا برضو من الناحية دي شايفين. هو احسن حاجة كمان فيه ان في الحتت دي بتبقى احلى من الملل. انتوا عارفين الملل اللي هي الالواح دي بتبقى رزلة اوي كل شوية تقع، فبتبقى دي حاجة حلوة. الاختراع ده حلو اوي، معرفش اسمه ايه، كاونتر ده ولا ايه، مش عارفة اسمه ايه صراحة. اكتبوا لنا في التعليق. بحس ان ده احلى بكتير اوي من الجو اللي هو الالواح دي، لان الالواح دي ما بتريحش، كل شويه دب زربيه وتروح واقعه على الارض، فبتبقى وحشه قوي. فهو ده السرير بقى. اعذرونا يا حبايبي شكل الاوضه والله، بس عشان الرطوبه ضاربه في الحيطه عندنا، فمعرفش ده سببه ايه بقى، قله تهويه ولا عشان هو في الحمام في ظهره، ظهر الاوضه دي، مش عارفه صراحه الرطوبه دي سببها ايه. ان شاء الله باذن الله احنا بنجيب نقاش كده يعملها برضو، عشان اللي اسمها ايه دي، اللهم صل على النبي، مش هنعرف نمعجن. الموضوع ده عايز معجنه وبعد كده بياض، فاحنا ممكن نبيض بس لكن ما بنعرفش نمعجن. ان شاء الله كده الله المستعان قريب كده نبقى نعمله. فبشكرك قوي يا مريم يا عسل. وان شاء الله دلوقتي بقى هحط المرتبه واحط الملايه الجميله اللي مرسوم عليها ميكي ماوس، اللي برضو جابتها لي مريومه العسل. ربنا يا رب يجازيكي خير. باين كده يا حبايبي السرير كويس، وانا برضو هصور من بعيد عشان ايه يبان كويس. ان شاء الله هنجيب مرتبة للسرير التاني وننصبه برضو عن قريب، محمد برضو هو يبقى يعمله ان شاء الله بدون مقاطعة. شكل يا حبايبي بعد ما حطيت المرتبة وحطيت اللي هو الكفر بتاع المرتبة ده عليها، مرضتش احط بقى التاني اللي عليه ميكي ماوس، قلت خليه بقى في مرة تانية ان شاء الله. اهو حلوة قوي برضو الحاجات دي اللي هي يعني بتحافظ على المرتبة برضو، عشان العيال الصغيرين دايما ايه بيهلكوا المراتب عزكم الله بيوسخوها وكده. وهنا بقى السرير ده ان شاء الله هجيب له مرتبة برضو، عشان احنا خدنا المرتبة اللي عليه وحطيناها على السرير الجديد. وده السرير اخوه برضو. دول طبعا بتوع حبيبتي الحاجة فاطمة، ربنا يا رب يشفيها، هي اللي كانت جايبهم لي. ربنا يا رب يديك الصحة ويشفيكي ويعافيكي ويبعد عنك اي سوء، ويبعد عنك الناس الحاقدين الحاسدين، ويديك الصحة يا حاجة فاطمة، ويقوم لك كده لينا بالسلامة ان شاء الله. ادعوا لها يا حبايبي في التعليقات بالله عليكم، تدعوا للحاجة فاطمة بالشفاء، وتدعوا لمريومة حبيبتي ربنا يا رب يجازيها خير على فعل الخير اللي عملته معايا، وتدعوا لفاطمة حبيبتي وام محمد، وتدعوا للمتابعين الجمال ربنا يا رب ما يحرمنا منكم ابدا يا احلى متابعين. وهنا بقى المروحتين الجمال الجامدين دول لغايه كده ان شاء الله ربنا يرزقنا بتكييف عن قريب باذن الله. الله المستعان. يلا يا حبايبي لو عجبكم بقى الفيديو حلوين فضلا وليس امرا ما تنسوناش بالشير واللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.